احنا عندنا حاجة في الوورد بريس. احنا قلنا الوورد بريس يتكون من سيبك من اي خطأ املائي، يتكون من صفحات. طيب الصفحة دي هتتحط على شكل ايه؟ يبقى نيجي نسأل سؤال، الصفحة دي هتتحط على شكله ايه؟ هتتحط على شكل كويس، هتتحط على شكل كويس او شكل مدفوع، او شكل مجاني. حلو الكلام. طيب الشكل عندنا في الموقع ده او في الوورد بريس بالاجمال اسمه appearance بالشكل ده. خلاص، الابيرنس. تعالى نشوف ازاي نظبط الابيرنس ده ونحط الثيم بتاعنا دلوقتي حالا. يلا بينا، توكلنا على الله. انت عندك دلوقتي لما تروح على اي صفحة ويب وتروح تقول له انا عايز حاجة اسمها appearance for WordPress، اشكال للووردبريس. حلو الكلام. الاشكال بتاعت الووردبريس دي بتاخدها منين؟ في اشكال الووردبريس نفسه مديها لك بشكل مجاني، وفي اشكال بشكل مدفوع، وفي بين البنين. يبقى احنا كده نروح على الخانة دي اللي هي appearance في اشكال. اعرف بس المعلومات اللي انا بديها لك دي بالراحة. لو انت اول مرة يعني، لو انت عارف الفرق بين الابيرنس وانت عارف الابيرنس نفسها، خلاص جري الحتة دي. اشكال مجانية، وعندك اشكال مدفوعة، وعندك حاجة اسمها أشكال مجانية ومدفوعة. خلاص سيبك من أي أخطاء عشان نختصر الوقت. طيب الأشكال المجانية هو اللي بيديها لك الوورد بريس لما تدخل على الأبيرنس في السيمات. كل دي أشكال مجانية. خلاص كل دي أشكال مجانية. هتخش مثلا على السين ده تعمل له حاجة اسمها انستول ثم اكتيفيت. هخش على الاكتيفيت لأن هو متنزل، يعني هو نازل. خلاص هنشوف الثيم ده هتلاقيه اكتف ثيم، يعني المفروض ان هو باين على السايت بتاعي بالشكل ده اهو. زي ما انت شايف شكل الموقع اتغير تماما. تمام. طيب لما تيجي انت بقى تروح على اسم الثيم هتلاقي 2014. عارف يعني إيه 2014؟ يعني ده الثيم اللي نزلته الوورد بريس من 2014. فاهم ازاي؟ طيب هل ده الثيم اللي انا هشتغل عليه؟ لا ده مش الثيم اللي انا هشتغل عليه، بس انا بقول لك ان ده ثيم مجاني تماما. طيب الثيم ده بيبقى ليه خصائص، الخصائص دي فين؟ هتلاقيها دايما في الكاستمايز. ركز معايا. الثيم، احنا بناخد السمات المجانية دلوقتي، احنا في حتة السمات المجانية، اشكال مجانية. هتلاقي عندك الكالرز، بتلاقي عندك السايت تايتل كالر، بتحط اي لون، بتلاقي ايه ان هو سمع في الموقع بتاعك بشكل مباشر، وتعمل حاجة اسمها ببلش بعد اي تعديل. هنرجع تاني، هتلاقي فيه خصائص. حلو الكلام. طيب هتلاقي فيه خصائص كتير، ده مجاني تماما. طيب انا عايز اغيره. بص هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عايز تغيره من الانستولد ثيم اللي عندك، من الثيمات اللي موجوده اللي عندك اللي هي الثيمات التعبانه دي كلها، ولا عايز تروح على الموقع الرسمي بتاع الووردبريس وتختار الثيم اللي انت عايزه. فطبعا انا رحت هنا على الموقع الرسمي للووردبريس نفسها عشان اختار الثيم. طبعا انا راجل شغال بتاع عقارات مثلا، اروح واخد الثيم ديتيلز ده، اروح اعمل حاجه اسمها انستول اند ريفيو. هو بيحمل لك الثيم دلوقتي، بيحمله لك. حلو الكلام. وبدله لك، بيحمله لك وبدله لك بالثيم اللي كان موجود طبعا سمات تعبانه. هنا بقى هنعمل حاجه اسمها اكتف اند ببلش. ان انا عملت اول حاجه انستول للثيم، بعد كده عملت اكتف، وده بيتم على الثيمات اللي موجوده كلها والبلجن اللي موجوده كلها، وكل حاجه بتنزلها على الووردبريس انستول ثم اكتيفيت. طبعا هنا هنخش بقى ووردبريس هتدخلك في حته ايه؟ اشكال مجانيه ومدفوعه. حلو الكلام. انت مش عندك النسخه الفري من الثيم ده، لا انا كمان كورد بريس متفقه مع ناس بيعرضوا سماتهم ويسترزقوا برضو.
فانت لازم بقى تعمل ايه؟ تدفع فلوس عشان تكمل انك تستخدم السيم الحليوة ده. خلاص. بس هو ده الموضوع. هتروح بقى على الباي برو والكلام ده كله، ويدخلك على موقع الشركة نفسها اللي هي عاملة أصلا السيم ده، وتعمل باي ناو أو الكلام ده وخلاص. طبعا الثيمات دي تعبانة جدا، ولا تغني ولا تثمر ولا أي بتنجان خالص، وأصلا شغلها أي كلام. فبتعمل إيه؟ بتعمل إنك بتتنحى عن من اختيار السيم ده تماما، وتيجي هنا تختار أي سيم، تعمل أكتيفيت أهو، وتلغي السيم ده خالص، بتدوس عليه وتعمل دي. تمام كده. طيب، انا مش عايز استخدم السمات يا مهندس محمد اللي موجوده في الوورد بريس، لانها زي ما انت قلت لانها تعبانه. هروح على مواقع خارجيه اقدر ان انا استخدم من خلالها الثيم اللي شكله كويس، وممكن يكون فري في الاول. حتى لو انا احتجت الحاجات المدفوعه، بتبقى تكلفتها على قد الايد خالص يعني. فانا اول حاجه ببدا بيها معاك ان انت تختار الثيمات اللي من بره الوورد بريس عامة. عندك أول موقع معانا وهو اللي اسمه الأسترا. أسترا دي شركة محترمة، بتقدم إيه؟ بتقدم أشكال مجانية ومدفوعة. خلاص. بتقدم أشكال مجانية ومدفوعة بالشكل ده. دي الأسترا. وكل الشركات بتقدم لك، أي موقع أنت هتدخل عليه هيقدم لك يا إما مزايا مدفوعة يا إما أشكال مدفوعة. يعني المواقع دي لا مؤاخذة مش معمولة عشان تكسب رضاك وتنام بالليل وانت راضي عنها يعني. لا، المواقع دي اتعملت عشان تكسبك وتكسب. فاحنا بناخد الحاجات المجانية الكافية. بعد كده لو عايزين اضافات ولا حاجة بنزود الاضافات. بنخش على موقع أسترا، وهو ده الثيمات أو هو ده الثيم أو هو ده الموقع اللي احنا هنتعمق فيه في الكورس ده. وهقول لك ازاي تتعامل مع الأسترا بشكل كامل من الألف إلى الياء، من أول ما تدخل تنزل السيم لحد ما ترفع آخر منتج وتظبط الدنيا خالص. يبقى أنت هتعمل أول ما أنت دخلت على الأسترا الدبليو بي أسترا ده، هتلاقي اللي هي الشكل ده زي ما أنت شايفه كده ظهر. استرا بتقدم لك حاجه اسمها ايه بقى؟ ركز معايا. استرا بتقدم لك حاجه اسمها ستارتر تمبلت. خلاص. اللي هي ايه بقى بالعربي كده؟ نفس اللي احنا اتكلمنا فيه. هي اشكال مجانيه ومدفوعه كده. في اي حاجه خطر؟ مفيش اي حاجه خطر. هتخش على ستارتر تمبلت دي، هيديك اشكال مجانيه واشكال مدفوعه. خلاص. طب الاشكال دي بتبقى في مختلف المجالات ولا في مجال واحد؟ اقول لك ان المجالات، كل المجالات عندك اهي. اختار الشكل اللي انت عايزه او اختار التصنيف في الاول اللي انت عايزه. بعد كده اختار الشكل منه. يعني انا راجل اسمي مهندس ريمون، اسمي مهندس علي، عايز اعمل شركة او عايز اعمل موقع لشركة بتتكلم في مثلا في ديجيتال ماركتنج وتسويق والحاجات دي كلها. يبقى اروح على البيزنس اند سيرفيسز. اروح هنا على حاجه اسمها ديجيتال ايجنسي اللي هي مواقع التسويق. اختار منها شكل الناس الحلوه دي عملته قبل كده واغير المحتوى منه. خلاص. يبقى انا بتكلم دلوقتي. طبعا احنا النهارده في الكورس بتاعنا هنشرح ازاي نستخدم المتجر. يبقى احنا رحنا على استرا بالشكل ده. اشوف مجالي او مجال عميلي. صعب كده؟ مش صعب. واروح باحث عنه في هنا. المجال بالانجليزي طبعا مش بالعربي. حلو الكلام. طيب انا عايز مثلا متجر اللي هو اسمه ايه؟ ستور. بص بالعربي ما جابلكش اي حاجه. ستور اهو. ستور، متجر اهو. جاب لك اشكال مجانيه ومدفوعه. الراجل حقه مليون في المية ان هو انت تعمل المتجر بتاعك وهو يكسب. فقال لك ان الشكل ده هو الشكل المجاني وده اللي احنا هنشتغل عليه. خلاص. وقال لك ان الشكل ده هتلاقي في حاجه اسمها كده بريميوم. يعني ايه بريميوم؟ يعني شكل مدفوع. يعني ما تقدرش تاخده بشكل مجاني. هو واللي جنبه الاثنين اي حاجه عليها علامه التاج او كلمه بريميوم هو اشكال مدفوعه. فاحنا هنروح ناخد ايه؟ ناخد حاجه اسمها البراند ستور ده اللي هو الشكل المجاني اللي تابع لثيم اسمه استرا. خلاص. يبقى احنا
بنبحث عن المجال بتاعنا او مجال عملنا، بنشوف هو تخصصه ايه، بنبحث بالانجليزي، بنشوف الحاجات المجانية والحاجات المدفوعة. لو انت في امكانيتك انك تشتري الحاجة المجانية، خلاص هات اي ثيم واعرضه على العميل في الاول. تمام، بعد كده خد الموافقة منه وابدأ اشتغل على الثيم. شفت مجالك او مجال عميلك، مفيش مشكلة، اعرض. ودي حاجة تركية محدش هيقولها لك ابدا. اعرض، اعرض الثيم على العميل اللي انت واثق فيه انه هيخلص معاك. لان في عملاء يقول لك انا عايز السيم ويروح عند حد تاني ينفذ. وطبعا ده مش اسلوب ولا اخلاق يعني، بس في ناس بتعمل كده. خلاص. طيب انا كده خلصت الموضوع بتاع اشكال مجانية. خلاص. وعرفنا ان في حاجة اسمها اشكال مدفوعة، وخلاص برضو، والامور تمام. واخترت اللي هو المجالي، اختار مثلا مجال العميل، هنفترض ان هو متجر، عشان احنا الكورس بتاعنا على متجر بيبيع في هدوم، ايا كانت، هدوم رجالي، حريمي، اطفال. خلاص، ورد يا عم ولا يشغلك. خلاص، يبقى انا اشوف مجالي، مجال عميلي، عرفنا ان هو متجر. اعرض الثيم على العميل، هخلص معايا يا مهندس علي، انا ده الثيم بتاعي، خده. وخد اللينك بتاعه من هنا اهو. خلاص. وخد اللينك بتاعه من هنا، وخش شوف الثيم ده. هيشوفه وانت واثق ان هو هينفذ معاك. اه، ده الثيم بتاعي، طيب مفيش مشكلة يا مهندس محمد خالد، يلا ابدأ طبق على المتجر ده، او نفذ على الشكل ده. طبعا موضوع التنفيذ زي ما انت متخيل يعني، هو مش صعب ومش سهل، هو محتاج منك شوية خبرة. طيب احنا كده كل اللي احنا عملناه ده حاجة اسمها رقم واحد، اختيار الثيم. طبق معايا عشان ما تحسش ان انا بشرحه ده حاجة من كوكب اخر. احنا اخترنا الثيم، دخلنا على الاسطرة، عرفنا ان الاسطرة ده فيه حاجة اسمها اشكال مجانية ومدفوعة، واغلب المواقع اللي موجودة زي اسطرة، بلوكسي، اكسترا، اي حاجة هتلاقي اشكال مجانية ومدفوعة. خلاص. ده كويس ان هو بيوفر اشكال مجانيه، لان انا هاخدك كمان شويه اوريك الحاجات اللي هي المدفوعه بقى، واللي هو ثيم فورست عامه. موقع ثيم فورست اللي بيبيع حاجات مدفوعه بس. فاحنا اخترنا نوع الثيم، اخترنا التمبلت، شفنا المجال، اتفقنا مع العميل ان احنا هننفذ على ده، وهبدا ان انا انزل الثيم ده بقى على ووردبريس. خلاص. ركز معايا بقى في اللي جاي. في اشكال او في مواقع زي استرا وبلوكسي والناس دي كلها عاملين تعاون مباشر مع ال- اللي هو الووردبريس. فمجرد ما انا اروح على الابيرنس، بروح على الثيم هنا، ممكن ابحث على فكره باسم الثيم بدل ما انزله بملف او الكلام ده كله. ممكن ابحث هنا عن الثيم. خلاص. اكتب كده ASTRA بالشكل ده. هتلاقي طبعا حاجات كتير قوي. احنا عايزين الراجل المحترم ده اللي هو الأسطرة ده، اللي هنعمل معاه أو هنعمل عليه المتجر، أول متجر بسيط بتاعنا إن شاء الله. هتلاقي الأسطرة ده أهو، بيقول لك إن تقييماته عالية جدا، 6000 تقييم. ده الفيرجن بتاعه، يعني حاجة محترمة جدا. وده شكل عابر يعني، يعني شكل عابر. خلاص، هتعمل إيه؟ إحنا عندنا حاجة في الأشكال وفي البلجنز كمان، حاجة اسمها انستول، ثم بعد كده حاجة اسمها اكتيفيت. لازم تخلي بالك من الحاجات دي. تمام، اكتيفيت بالشكل ده. يبقى احنا هنعمل على اي ثيم انستول في الاول، ادي كده خطوة اولى. بعد كده هدخله على، بعد ما يعمل لي انستول ده يجيب لي اكتيفيت، اقول له على طول ايه، اكتيفيت، عجل له اكتيفيت على طول. طيب انا كده عندي سيمات كتير جدا، وانت قلت لي يا مهندس محمد لما تبدأ في الاول ابدأ بسيم واحد بس، ما تبدأش بكل الكلام الفارغ ده. اي ثيم موجود عندي هعمل له ديليت بالشكل ده، غير اللي انا مكتوب عليه اكتف اهو. نزلت الثيم بتاعي، هبدأ امسح في كل الكلام ده، في اقل من دقيقة تلاقي كل الكلام ده ممسوح، لانه ملوش لازمة. كل موقع في الدنيا انت بتعمله بيبقى مبني على ثيم واحد بس، ما ينفعش يتبني على اكتر من ثيم. وما ينفعش وانت شغال على ثيم وعملت عليه شغل تنقل لثيم تاني، لان الاشكال مش زي بعض، هتلاقي الموقع ضرب منك ضربة جامدة قوي. فاستقر على الثيم في الاول،
دي لازم اكتبها لك عشان تبقى انت يعني الامور واضحه معاك. احنا قلنا ان احنا عملنا انستول واكتيفيت وامسح، وامسح اي ثيم تاني ملوش استخدام، وما تبدلش الثيمات من الى وانت شغال وخلصت موقع كامل على اول ثيمز. فاهم قصدي؟ راجع تاني هتفهم. وامسح كل الكلام الفاضي ده. خلاص، خمسة عندك اهي، عد تنازلي أربعة. زي ما انت شايف كده، عندنا أربعة بقوا تلاتة. نمسح 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 وهكذا. تمام. طيب بالشكل ده. فانت كده نزلت الأسترا عندك والأمور بقت تمام التمام. خلاص. طيب كل اللي انت بتحتاجه في موضوع الأسترا ده، انت كده نزلت السين. خلاص، انت كده نزلت الثيم انستول اند اكتيفيت. خلاص. استرا بقى لما تروح على الداشبورد بتاعته هتلاقي فيه طلع لك حاجه اسمها هنا ايه؟ الاسترا. كل ثيم لازم بيطلع له حاجه هنا كده، او اعتبره مثلا ايه، الاب بتاع الثيم، ابوه اللي هو بيديك نصايح. حلو الكلام. هتدوس على الاب اللي بيديك نصايح ده، ما تروح على حاجه اسمها الداشبورد. دلوقتي انت نزلت الثيم لكن ما نزلتش التمبلت اللي في الثيم. فاكر لما انا قلت لك هنا في حاجه اسمها ستارتر تمبلتس؟ ستارتر تمبلتس دي حضرتك بتعمل ايه؟ بتنزل، بتسمح للاسترا ده ان هو ينزل الاشكال بتاعته، سواء كانت الاشكال دي مجانيه او مدفوعه. وانت مالكش اي حكم على الحاجات المدفوعه، انت ليك بس الحكم على الحاجات المجانيه اللي انت شفتها من خلال الموقع ده. اوكي، اللي هو لما اخترنا البراند ستور. طيب، كل اللي انت هتعمله دلوقتي هتفصل الكلام ده كله، وهتمسح كل الكلام ده اللي ملناش اي لازمه، ملوش اي لازمه، ملناش اي علاقه بيه دلوقتي يعني. وهتلاقي هنا، هتدخل على الاسترا الداشبورد، هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ ستارتر تمبلت. يقول لك يلا حمل عشان تبني. اعمل ستارت بيلدينج ناو بالشكل ده، اكتيفيتد. خلاص، يبقى انت كده مع الاسترا لازم يبقى في حد كده جاي لازق فيه اسمها ستارتر تمبلت. دخلت على الاسترا، حملت الستارتر تمبلت وعملت لها اكتيفيتد، عملت لها انستول ثم اكتيفيت. دي بلجن او اداه لازم تنزل مع الستارتر تمبلت. خلاص. طيب هنا عندك بيقول لك ايه، اي اي ويب سايت بيلدر، وعندك هنا حاجه اسمها كلاسيك ستارتر تمبلت. طبعا انت هنا بتروح تختار هنا على، تتعلم هنا على حاجه اسمها الاليمنتور بالشكل ده. خلاص، وتكتب اللي هو الحاجه اللي انت اخترتها. انت البيزنس بتاعك اسمه ايه؟ اللي احنا اخترناه قبل كده اسمه براند ستور اهو. بتيجي هنا بتعمل كنترول سي عشان تاخد الاسم ده وتحطه هنا ايه، كنترول في. طبعا في حاجات زي ما انت عارف، البريميوم ده احنا ملناش علاقه بيه. طب لو انا مثلا جربت احمل البريميوم ده، هيقول لك يلا هات الاكسس بتاعك وادفع حوالي $79 في السنه اهو زي ما انت شايف. ده بيبقى 99 كمان دولار في السنه. فاحنا ملناش دعوه بالكلام ده، ولعلمك احنا بنوفر الكلام ده تقريبا ب$5 اصلا يعني، من خلال موزع معتمد طبعا. طيب، نرجع بقى للكلام الحلو ده ونروح على حاجة اسمها، اوكي نرجع كده واحدة. هنروح على، لو طلعت بره واحدة مرة واحدة من الموضوع كده ما تقلقش، موضوع سهل وبسيط يعني. هيدخلك، لازم يدخلك على الصفحة دي. هتروح على الإليمنتور زي ما انت شايف، تختار براند ستور اللي هو البراند ستور اللي احنا اخترناه ده، وتعمل ايه؟ تأكد ان هو مجاني زي ما انت شايف، وتعمل هنا حاجة اسمها انستول. هنا بيقول لك ارفع السايت لوجو بتاع الايه، بتاع الموقع. هو رافع لك حاجة تقليدية كده، حاجة ملهاش اي لازمة يعني. هنعمل هنا كده ونرفع اللوجو بتاع، ارفع انا اللوجو بتاعي اللي هو مثلا يعني، مثلا نفترض مثلا اللي هو اي حاجه يعني. هات مثلا هات اي حاجه يعني مش شرط. آه، هات اللوجو ده، اي لوجو. تمام. مجرد ما انا عملت كده، هو عمل لك ايه؟ عمل لك نسخه من اللوجو ده كلها بيضة زي ما انت شايف كده. وهنا بتتحكم في عرض اللوجو، عايز تخليها اقل، عايز تخليه اكبر، براحتك. بس كل ما كان اقل كده كل ما كان يتشاف احسن.
هنا بيقول لك الكلام بتاع السايت بتاعك، او الفونت او الخط، نوع الخط بتاع السايت بتاعك. في حاجه اسمها، هو مختار لك بريسيت او اشكال معينه لازم تختار منها. اول حاجه هو جايب لك الشكل ده اللي هو الار بالشكل المعين، الاو بالشكل معين، وهكذا. تقدر تغير زي ما انت عايز، وبيغير في السايت كله مره واحده. تقدر بعد ما تخلص الموقع بتاعك تختار البريسيت اللي انت عايزها. تختار مثلا تشكيلة خط مع خط، زي ما انت شايف كده. اوكي. هنا بقى بيقول لك بعد كده color palette اللي هي الالوان بتاعتك. هنا بيقول لك اوريجينال اللي هو نازل بالثيم بتاعه يعني. فكل اللي احنا هنعمله ان احنا نغير مثلا البريسيت دي، او بتعملها على ايدك يعني حسب لون البراند بتاع العميل نفسه. خلاص. بيبتدي يتغير معاك بقى ايه الشكل على حسب ما انت بتغير في اللون نفسه. اوكي. يعني هتلاقي مثلا الخلفية دي بقت زرقاء شوية، هنا بقت مايلة على بنفسجي شوية، وهكذا. تقدر تغير الكلام ده كله بنفسك لما ندخل جوه، يعني ما تشغلش بالك. انت كده اخترت الثيم، واخترت ازاي انك تحط اللوجو بتاعك اللي انت عايزه. بعد كده بتروح تعمل كونتينيو. وانا بقول لك آه الحاجات دي كلها سيبك منها، يعني اي حاجة متعلم عليها سيبك منها، وركز في حاجة واحدة. ركز في حاجة واحدة، انك تنزل السيم اللي هو المتجر ده بس. طيب مع اي متجر انت هتنزله، وده هيبقى موضوعنا ان شاء الله في الحلقات الجاية، علشان تقلب موقع عادي الى متجر، انت محتاج تنزل اضافة. تنزل اضافة واحدة بتنزل تلقائي مع اي متجر في الدنيا. خلاص. الاضافة دي هيبقى ليها شرح كامل، اسمها ووكوميرس. تمام. ووكوميرس دي طالما انت عملت متجر لازم الاداة دي تكون موجودة. دي بتخليك تحط المنتجات فيها، سيستم المنتجات فيها، سيستم التتبع فيها، سيستم الارباح فيها، سيستم الاوردرات فيها الانفويسز، او تحط الفاتورة بتاعتك فيها، كل حاجة تتعلق بالتجارة الإلكترونية. فلو احنا هنتكلم عنها كلمة واحدة، دي الأداة اللي بتفصل ما بين إن الموقع يكون تعريفي عادي، او يتغير فورا تصنيف الموقع ده لانه هو يكون متجر الكتروني احترافي. فاي متجر انت هتنزله في حياتك من اي ثيم لازم هتنزل الووكوميرس دي بشكل اجباري. حلو الكلام. هنا بيقول لك ابوينتمنت اند بوكينج، سيبك من الكلام ده. ويب سايت ايميلز اند اس ام تي بي فري لايف شات، الكلام ده سيبك منه خالص. انت اهم حاجه هي دي الاضافات اللي هي هتنزل معاك زي ما انت شايف كده. دي بتنزل بشكل تلقائي مع اللي هو السيم اللي اسمه اصلا. بتعمل طبعا كونتينيو بالشكل ده، وهنا ما بتكتبش اي بيانات. انت بتعمل بس I understand وسبميت اند بيلد ماي سايت. يبقى انت كده عشان الامور تبقى سهله معاك وبناخد خطوات سريعه، وانت مش حاسس وخلاص انت اصلا نزلت السيم. دي حركه الناس ما بتعرفهاش الا بعد المحاضره الرابعه تقريبا. يبقى احنا عندنا كورس النتائج من الصفر. عرفنا الشرط الوحيد انك تكون مركز ومعاك تليفونك قافله طبعا ورميه في اي حته، ما تجيبش تليفونك ده تاني. خلاص. ومركز مع كل كلمه او شرح اللي انا بقوله. دخلنا على الداشبورد، بنعرف حاجات دلوقتي من الداشبورد نفسها. عرفنا لما ندخل على البانثيون ده نعمل ايه. بنروح على السايت ادمن، بتدخل يوزر وباسورد، لو مدخله احفظه. بعد كده شرحنا الليسته اللي كانت موجوده هنا، ولسه هنكمل شرح ان شاء الله. طبعا هنا الموقع هيحمل معاك ببطء، عشان هو هنا بينزل سين. فانا انصحك طالما الحاجه بتنزل على الموقع بتاعك ما تحركش اي حاجه فيه. يعني خليه يحمل براحته. خلي الامور تمشي بشكل طبيعي في الموقع. من فضلك ما تجيش ما تضغطش عليه، سواء كان في استضافه مجانيه او مدفوعه، يعني لحد ما ينزل كل حاجه، وبعد كده شوف الموقع براحتك. طيب كده خلاص نزل الموقع زي ما انت شايف. تعمل فيو ماي ويب سايت. مبروك، انت كده نزلت المتجر الخاص بيك، بالفونت الخاص بيك، بالألوان الخاصة بيك. زي ما انت شايف، متجر بسيط جدا، تكون من صفحات، كذا صفحة. والصفحات دي
اغلبها آه، اغلبها هي صفحات. هي مش اصلا، دي مش صفحة، دي كاتيجوري تصنيف. ده تصنيف. خلاص طيب. هنروح نكمل اللي احنا عملناه، او نكمل شرح الحاجات المهمة. سيبك من كل الكلام ده، انا مش عايزك تتهز لما تشوف الكلام ده كله، تتهز او حاجة يحصل، حاجة تحصل. احنا كنا فين؟ احنا كنا في الابيرنس والبلجن واليوزرز والكلام ده. كنا هنخلص الكلام ده، واخدك في رحلة كده واحدة واحدة مع الووكوميرس، وتعرف ازاي تظبط الدنيا، والامور تبقى بالنسبة لك سهلة جدا. تمام. بس وهنستعرض كل اللي احنا قلناه في اقل من 3 دقايق كله في الاخر. تعال نروح نشوف الفينش سيت اب ده. بص، كلام عبيط يعني. مش كل خانة هتدخل عليها هتلاقي في بيانات. لا، كل ده كلام عبيط يعني، ما تتهزش. طيب. كده احنا خلصنا بند الابيرنس، وعرفنا ايه الثيمات المجانيه والمدفوعه. نزلنا الثيم بتاعنا، عملنا له اكتيفيت، نزلنا الستارتر تمبلت بتاعه الثيم بتاعنا عشان نبدا ان احنا نحط عليه الداتا بتاعتنا، ورفعنا اللوجو، واخترنا الفونت، واخترنا كمان الالوان بشكل سريع كده. دلوقتي بقى هنخش على حاجه اسمها الايه، الثيمات اللي انت مجبر، الثيمات اللي انت مجبر تشتريها بشكل مدفوع.